في نوعية اخبار كده لما بتشوفها وبتسمعها لازم تحمد ربنا وتبوس ايدك وش وظهر علشان خاطر نعمة وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي. قبل ما اتكلم عن مسألة رفضه للتهجير ووقوفه في وش ترامب، قالوا نتكلم كده عن اللي عمله الرئيس السيسي من ساعة ما مسك البلد، وازاي انه جعل الاولوية لتنويع مصادر الاسلحة، اعادة القوات المسلحة لقدراتها دوت علشان انه هو يحافظ على قواتنا في اي نزال، دوت طبعا علشان الحفاظ على تفوق القوات المسلحة في اي نزال او اي حاجة حصلت يقدروا يقفوا بجد ويصدوا. رضع اي حد يفكر ان هو يمس تراب بلدنا. في الوقت دوت كل الخونة كانوا بيرجفوا في المدينة. ازاي في عز حاجتنا للاموال بننفق على الجيش؟ هو نفس العقلية الخائنة اللي انتقدت تصريح الجيش، وهي نفسها اللي كانت بتحكم ايام مرسي. دوت يوريك احنا كنا رايحين على فين. تحت ظل النوعية بتاعت الجماعة اياها كانوا ممكن يحققوا نظام رفاهية وارد، بس على نفس نمط الاتحاد الاوروبي اللي بيشتكي النهارده في الاخبار ان هو يكاد معدوم القوة الدفاعية وغير قادر على حماية نفسه والاعتماد على غيره. اما قلب غيره عليه ما نفعهوش الرفاهيه. شايفين قيمه عبد الفتاح السيسي؟ واخدين بالكم من قراراته الصائبه من اول يوم واحنا كلنا بندعمه عليها؟ طب اللي ما كانش شايف اخد دلوقتي باله ان هو ما كانش بيشوف؟ طب فتح عينه من غشاوتها دلوقتي؟ افتح الاخبار وشوف الحقيقه اللي كانوا مغميينك عنها. دلوقتي قدرتنا على رفض التركيع والتهجير ثمره واحده من اللي خده الرئيس السيسي من قرارات. عرفت ازاي ان الجماعه اياها كانت هتغرقنا؟ ادعم بلدك مصر، ادعم رئيسك الرئيس السيسي، ادعم جيشك، ادعم شرطة جيشك، ادعم الدكاترة التمريض، ادعم بلدك. ما توقفش الكلام دوت في الفيديو دوت عندك انت، شيره ووريه لكل حد ما كانش همه حاجة غير تحيا مصر ويحيا الامن والامان، يحيا جيش مصر العظيم، يحيا رئيس مصر الرئيس السيسي. شعب وجيش وشرطة ورئيس ايد واحده. شغلوا الفيديو.